عاجل ورسميا بعد ربنا سبحانه وتعالى بفضل جمهور النادي الاهلي. لا، كلمة جمهور قليلة قوي على الاهلاوية. كلمة جمهور اقل ما يمكن وصفه لكل الاهلاوية. شعب النادي الاهلي يا جدعان، جمهورية النادي الاهلي، عائلة النادي الاهلي اللي مليئة بالملايين، ملايين ومليارات المحبين للنادي الاهلي. اقوى جمهور في العالم على السوشيال ميديا بيحط النادي الاهلي في مكانته الطبيعية، بيحط النادي الاهلي بين الكبار، ودي مش حاجة بعيدة ولا غريبة على جماهير وشعب النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني. بتمنى منكم دعم اخوكم الاهلاوي بلايك وشير وكومنت، وتعالوا نحتفل مع بعضينا بالانجاز اللي عملناه، الانجاز اللي عمله جمهور او شعب النادي الاهلي. قول زي ما انت عايز تقول، قول على كيان النادي الاهلي. رسميا النادي الاهلي في الاستفتاء النهائي في المرحلة النهائية من المنافسة على افضل نادي في العالم. بفضل مين الكلام ده؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى، بفضل جمهور النادي الاهلي، بفضل شعب النادي الاهلي، بفضل اقوى جمهور على السوشيال ميديا في العالم، وهو جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي في القائمة النهائية المرشحة لافضل نادي في العالم، بينافس ويناطح كبار اوروبا، كبار اوروبا وكبار امريكا الشمالية وكبار العالم. النادي الاهلي من ضمنهم، لان النادي الاهلي كبير وجمهوره اكبر. ومش كده وبس، وايضا مارسيل كولر من ضمن مرشح يوصل للقائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم، أفضل مدير فني في العالم. وأيضا النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في الشرق الأوسط. بسم الله ما شاء الله يا جدعان. إيه يا جدعان التاريخ ده؟ ايه الجمهور ده بجد؟ بسم الله ما شاء الله. الواحد كل ما ده ما بيفخر، مش بس ان هو اهلي، ان هو من ضمن جماهير النادي الاهلي. اي حاجة بتحتاج دعم جماهيري اول حاجة بتلاقيها الجمهور. جمهور النادي الاهلي اللي بيحاولوا يهدوه، بيحاولوا يهدوا شعبية النادي الاهلي، سواء بقى بمشاكل في مجلس الإدارة بيفتعلها الإعلام، سواء بقى بيسلط الضوء على مشاكل النادي الأهلي وبيسيب الإنجازات، بيسلط الضوء على مشاكل مارسيل كولر وبيسيب الإنجازات، بيسلط الضوء على مشاكل بعض اللعيبة ويسيب الإنجازات ويسيب المساهمات والأسيستات، بيسلط الضوء على بعض الصفقات الفاشلة اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي واحنا عارفينها وباصمين بالعشرة ان دي صفقات فاشلة، واحنا اول ناس بنقول. لكن الاعلام بيسلط الضوء بس على الصفقات الفاشلة، بواليا بقى وبيع بادجي وبيع ازارو والكلام ده كله. طبعا موديست بيسلط الضوء هنا، ما بيسلطش الضوء على بيرسي تاو، افضل لاعب افريقي داخل القارة بدون بقى استفتاء. يعني دي بعيدا بقى عن جمهور النادي الاهلي مع كامل الاحترام، دي بقى ما فيهاش استفتاء. ده بنفسه لولا وجود الاهلي كممثل مصري وعربي في استفتاء الكاف، ما كانش فيه وجود لمصر، ما كانش فيه ذكر لاي لاعب مصري في الاستفتاء اللي حصل ده. يعني بجد يا جدعان، النادي الاهلي هو تاريخ مصر الحديث في كرة القدم. النادي الاهلي هو تاريخ مصر الحديث في كرة القدم. من 2006 كده وانت طالع، النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد في المحافل الدولية. مع ذلك برغم كل ده، الاهلي اكتر نادي بيتهاجم هنا في مصر. الاهلي اكتر نادي الاعلام مسلط على سلبياته هنا في مصر. وفي الناحية التانية، في عز الإخفاق والحصالة كل سنة في أفريقيا وكل بلاوي بتحصل، ومجلس الإدارة يتشال وعقود لعيبة بتختفي وتسريب عقود، يطلع يقول أنا جايب اللعيب ده بمليون، يطلع جايبه ب2 مليون و2 مليون ونص زي ما حصل مع إبراهيم رضاي وسامسون. حد اتكلم في القصة دي تاني؟ حد فتح سيرة ان سامسونج ده يا جدعان المفروض ب 600 الف دولار ومدفوع فيه 2 مليون او مليون ونص هو ونضاي؟ حد اتكلم في الكلام ده؟ هي خبر بس نزل ومحدش سلط عليه الضوء من الاعلام.
لا دلوقتي بيسلطوا الضوء ان الزمالك قادم، ان الزمالك راجع وفي استقرار، ولا في استقرار ولا في حاجه. كل ده هيبان مع اي تجديد، اي كده موسم يجي، اي موسم صفقات ميركاتو يجي، هتظهر مشاكل الزمالك معاه، عشان بيبقى في تجديد عقود لعيبه، ولاعيبه عايزه تمشي وتروح بره تاخد فلوس عشان ما بتقبضش فينا. كل ده هيبان، يناير جاي اهو، وانا وانتوا اهو، وهنشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. بس الاعلام ما بيسلطش على الكلام ده، ما بيسلطش الضوء على التيشيرت الابيض، ما بيسلطش الضوء على بيراميدز، ما بيسلطش الضوء على بيراميدز اللي صارف مئات الملايين علشان يبقى تصنيفه 60 ولا 65 على العالم. صرف مئات الملايين علشان يروح ياخد فضية الكونفدرالية، صرف مئات الملايين علشان ياخد تاني الدوري وتاني الكاس، ويشارك بالسوبر كده بالحب، يغفل الزمالك، يغفلهم تخفيلة القرن، ويلعب مكانهم في السوبر. وهنشوف هياخد بطولة ولا لا، مع محاولات لجنة الحكام لتسهيل الأمور، ومع صياح ماجد الشمسي ده ولا معرفش ايه اللي قالك انا هسحب الاستثمار، وفي الاخر غفل الزمالك وخد منه 2 من الناشئين. الاعلام ما بيسلطش الضوء على الكلام ده، بيسلط بس الضوء على مشاكل النادي الاهلي، ما بيسلطش حتى الضوء على انجازات النادي الاهلي اللي بتبقى باسم مصر قبل الاهلي. تكريمك في الكاف والبطولات القارية دي، هي اسمها قارية ليه؟ لان انت بتعبر عن قارتك، انت بتشرف افريقيا، انت بطل افريقيا، بتعبر عن قارتك وبالاخص عن بلدك قبل هويتك، انت بتعبر عن بلدك. فمصر ما اتذكرتش في محافل قارية من 2010 الا بسبب النادي الاهلي. من 2010 اللي هو اخر بطولة خدناها، الا بسبب الاهلي. ممكن اتذكرت مرة بسبب 2014 لما صعدنا كاس عالم، ماشي، لكن النادي الاهلي موجود في اي استفتاء عالمي، في اي محافل عالمية بتلاقي عنصر من عناصر النادي الاهلي، يا اما كابتن محمود الخطيب، يا اما كابتن محمد ابو تريكة، يا اما بتلاقيهم الاتنين مع بعض. النادي الاهلي تاريخ يا جدعان. النهارده الساعة 8 ان شاء الله مباراة اوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي، وانا عند كلمتي. اتحاد جدة وجماهيره واعلامه عمالين يحسبوا ماتش الاهلي، لكن انا بقول لكم اقابلكم بعد الماتش، هنشوف هتعملوا ايه مع اوكلاند سيتي. سلام.